السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا احلى واجمل بنات؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع انتوا طلبتوه كتير خالص في الكومنتات، فالحمد لله توكلت على الله وهعمل لكم فيديو عنه النهارده، الا وهو ازاي تبداي مشروع الكيك. تبداي بكام؟ تبداي منين؟ تبداي امتى؟ وتبداي ازاي؟ تمام. 4 نقط كده هنتكلم عنهم، لكن لو تسمحي لي يعني ان انا هاخد من وقتك دقيقتين 3 دقايق بالكتير، عشان انا رغايه. 3 دقايق بس قبل ما ابتدي الفيديو. هطلب منك فيهم طلب واحد، هستسمحك يعني في طلب واحد. ممكن حضرتك ما تخافيش؟ اذا امكن يعني، لو ما فيهاش اي اساءة ادب. ممكن ما تخافيش؟ ممكن ما تخافيش تبدأي وتفشلي؟ ممكن ما تخافيش تبدأي وما تكمليش؟ ممكن ما تقلقيش وما تخافيش من انك لو اشتغلتي ممكن بشكل يعني او باخر تاخدي انتقادات وتاخدي ريفيوهات سيئة، واللي حواليك يكسروا في مقاديفك ويقولوا لك ملهاش لازمة، بيتك أولى ووقتك ده أولى؟ ممكن. هو انتي أولى ووقتك أولى وبيتك أولى وكل حاجة، بس خليكي بس معايا دقيقتين. ممكن. طب أنا هسألك سؤال، ايه أسوأ سيناريو ممكن يحصل لو انتي ابتديتي في الحاجات دي في الشغل بتاعنا ده وما كملتيش؟ يعني اشتريتي قواعد وصواني وحكايات وخامات ورحتي جبتي كريمة ودقيق و وبعدين بعد 6 شهور وقفتي وما كملتيش في الموضوع دوت، سواء بقى ما جالكيش اوردرات، سواء ما حبيتيش المجال، سواء احبطتي، سواء اي ظرف كان، اي ظرف كان ما كملتيش في الموضوع، ايه اللي هيحصل؟ الحاجات دي بقت خلاص في رقبتك وانتي معاكي الحاجات دي ومش عارفه تبيعيها ازاي وخسرتي فيها فلوس. طيب يعني ما متيش يعني، صح؟ حضرتك عايشه وبتنفسي وزي الفل. طيب ما خسرتيش كل فلوسك في البورصه يعني، ده هم كلهم 2000 3000 جنيه، صح؟ طيب تمام خير. ايه اسوأ ظرف تاني ممكن يحصل؟ السيناريو الاولاني ان حضرتك ممكن تشتري حاجات كتير كتير وما تستخدميهاش وتبطلي شغل وتبقى الحاجات دي خلاص لبست فيكي كده ومش عارفه تصرفيها ازاي. بمنتهى السهوله على صفحتك على الفيسبوك او على اي مول انت مشتركه فيه او على اي جروب بتاع بيع مستعمل انت عضوه فيه، حضرتك هتحطي الحاجات دي باسعارها وتقولي اني شارياها من كذا وبسعر كذا، ما استخدمتش غير حاجات بسيطه جدا فتعتبر زي الجديده. يا جماعه انا ببيعها. هتلاقي 1000 واحده واحد داخلين لك على الخاص عايزين يشتروا الحاجات دي، انت عرفتي تصرفيهم. طب الخامات، الدقيق والكريمه والحاجات طيب ما تعملي كيك في البيت للولاد وهتفرحيه، والحاجات دي هتستخدم معاكي، هتقعد معاكي شهر شهرين تعملي كيك وحاجات حلوه للولاد، فانت برضو انتفعتي بيهم. سواء ادوات عرفتي تبيعيها، سواء خامات والله ولادك انتفعوا بيها، مفيش اي مشكله. فمن فضلك من فضلك جربي وما تخافيش. الحاجات اللي البني ادم بيندم انه ما عملهاش اكتر بكتير من الحاجات اللي البني ادم بيندم انه عملها. بلاش يجي عليكي وقت تقولي انا ليه ما عملتش، انا ليه ما كملتش، ده انا كان ممكن اكمل، شوفوا لو كنت شغاله من الوقت الفلاني ده وكملت لغايه النهارده كنت بقيت فين، بس انا اللي وقفت. البني ادم عامه بيندم على الحاجات اللي هو ما كملش فيها، مش الحاجات اللي كمل فيها، يعني بنسبه كبيره يعني. انما طول ما انت دايسه وداخله ومش خايفه ومتوكله على الله وان شاء الله ربنا هيكرمني، انت كده زي الفل وماشيه على الطريق الصح. لا تسمعي انتقادات، ولا تسمعي مثبطات، ولا تسمعي حاجات فيها احباط، ولا تدي لحد ودنك. كملي ودوسي، وان شاء الله باذن الله ربنا ما خلاش الاحساس ده يجي جواكي، وفكره الشغل وانك هتعملي وتسوي تيجي جواكي غير وهو عارف انك هتكملي فيها. توكلي على الله وكملي، ما تخافيش ما تخافيش. انا كده خلصت شويه صغيرين اللي انا كنت عايزه اكلمك فيهم في البدايه. تعالي بقى ندخل في صلب الموضوع، ازاي ابدا مشروعي من الاول خالص. حلو الكلام. اول حاجه 1 2 3 4، خلاص انتوا حفظتوا طريقتي في موضوع الورقه والقلم دي، ما بعرفش افكر غير كده. اول حاجه، انت متوقعه ان اول حاجه اقول لك والله تعالي هاتي صواني وقواعد واحكي؟ لا 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 لا، مش هقول ده دلوقتي، خليكي برضو معايا. اول حاجه اعملي اعداد لنفسك كويس. يعني ايه اعداد لنفسك كويس؟ يعني هل حضرتك بتعرفي تخبزي كيك وتقطعي كيك وتحشي كيك وعندك 3 4 حشوات انت مذاكراهم وعارفاهم وعارفه ان طعمهم حلو ومجرباهم مع اخواتك وحبايبك وقرايبك في المحيط الصغير بتاعك وقالوا لك الله تحفه دوسي كملي؟ هل انت بتعرفي تزيني ب3 4 تكنيكات صغيرين؟ هل انت بتعرفي تمسكي كيس الحلواني وتتمكني منه وتعملي شغل
ولا ما بتعرفيش؟ طيب لو بتعرفي يا اهلا وسهلا. طب لو ما بتعرفيش يبقى انت عندك حل من الاتنين، يا اما هتاخدي كورس يا اما هتتفرجي على قنوات يوتيوب عربية واجنبية. الكورس اقل كورس النهاردة ب2000 جنيه. طيب حضرتك داخلة مجال لسه جديد خالص، لسه هتدفعي 2000 جنيه كده بسم الله الرحمن الرحيم تعليم من غير ما تبقي اشتريتي اي حاجة خالص؟ ما رشحش الفكرة دي خالص. تمام؟ بالامانه يعني ما رشحهاش، لا ما احبش الفكره دي ان انا ادخل واصرف واعمل واسوي وانا لسه ما فيش يعني. طب ال2000 جنيه دول انا ممكن اشتري بيهم خامات وادوات وابدا اشتغل على طول. تمام؟ طيب يبقى انا برشح فكره ايه؟ فكره قنوات اليوتيوب العربيه والاجنبيه. اتعلمي كويس، اتعلمي تخبزي وتقطعي كيك وتحشي وتزيني بكام تكنيك. اتعلمي ازاي تتمكني من الكيك قدامك، اتعلمي ازاي تعملي فكره للكيك قدامك، كام اشكال من اشكال الشوكولاته. كل الحاجات دي خلاص اتعلمتيهم، توكلي على الله وتعالي ننتقل للخطوه اللي بعدها. تمام. اول حاجه هكلمك في الادوات. ايه هي الادوات اللي المفروض تكون عندك؟ ابتداء من بسم الله الرحمن الرحيم. صواني. مالها الصواني؟ هنجيب 3 مقاسات بس، 3 صواني هتبدأي بيهم كمبتدئة بس. اللي هم ايه؟ مقاس 18 ده عشان ده صغير، مقاس 22 او 24 عشان ده وسط، مقاس 30 علشان ده مقاس كبير. حلو الكلام. يبقى انت كده معاكي 3 مقاسات. اي حد هيطلب منك حاجه في المقاسات دي هتقولي والله انا عندي صغير كذا وعندي وسط كذا وعندي كبير كذا. المقاس اللي هو مقاس رقم 18 ده، انت عندك مقاس 18 ده بيكفي من 6 ل 7 افراد. تمام؟ عندك مقاس 22 بيكفي من 10 ل 12 فرد. عندك مقاس 30 بيكفي من 20 لغاية 23 فرد. حلو الكلام. يبقى انت كده معاكي 3 مقاسات. ما انصحكيش تجيبي اكتر من ال3 مقاسات دول كبداية. بعد كده لما ربنا يكرمك ابقي زودي. لو مبتدئة انصحك تشتغلي بشغل الكريمة الاول مش شغل عجينة السكر، لان الكريمة اسهل من عجينة السكر، ما بتحتاجش حرفية زي عجينة السكر. فابدأي كريمة، ما تبدأيش عجينة سكر. تاني نقطة، عشان تبدأي كريمة انت لازم يكون عندك اقماع. طيب انا هروح بقى اجيب 5000 قمع زي ما متعة الكيك عندها او واتيفر مين عندها؟ لا طبعا. انت هتجيبي 5-6 اقماع بس كبداية، اللي هم الاقماع الستاندرد اللي هم بتوع كل الناس اللي بتاجهم كلهم في الشغل في البداية. اللي هم ايه؟ اللي هو شكل القمعين دول، قمع 172 والقمع الكبير بتاعه. تمام؟ واحد صغير وواحد كبير. عندك كمان قمع 333 والصغير بتاعه. طبعا انا عندي من ده الاستانلس بس مش لاقياه، فحبيت بس اوريكم الشكل بتاعه عامل ازاي. وعامه وانت بتشتري اي اقماع سواء في البدايه بعد البدايه ما تجيبيش الاقماع البلاستيك، خليكي دايما في الاستانلس. كمان معايا القمع ده اللي انا بعمل بيه ثبت الورد. هو ده مش قمع البسكوت، قمع البسكوت اكبر شويه، ده اصغر منه. كمان معايا قمع 124 اللي هو بتاع الورد الستاندرد بتاع الورد. وكمان معايا قمع صغير خالص ده للكتابة. تمام. دول بس الأقماع اللي انت هتجيبيهم في البداية. طيب بالنسبة للسكرابر، السكرابر انت عندك 2 سكرابر، واحد صغير وواحد كبير. حلو الكلام. ادي الكبير وادي الصغير. ده الصغير ده مقاس 15 سنتي، انما الكبير ده مقاس 22 سنتي. طيب لو هتجيبي سكرابر واحد هتجيبي ايه؟ هتجيبي ده. ليه؟ لانه طويل، هيكفي معاكي الكيك القصير والكيك الطويل مرة واحدة، فيبقى ده ساعتها ملوش اي لازمة. طيب هتجيبي كمان سكرابر على شكل مشط، واحد رفيع وواحد كبير كبداية، في 5000 شكل ملكيش دعوة بيهم، انت لسه بتأسسي دلوقتي. فانت هتجيبي ابسط الحاجات اللي تخليكي تبدأي تشتغلي. التفرعات والتنوعات والشغل البروفيشنال بعدين بإذن الله هتيجي مرحلته. كمان هتحتاجي واحدة سباتيولا زي دي كده، سباتيولا فرد عشان تفردي بيها الكريمة كويس. بالنسبة لكياس الحلواني، كياس الحلواني انت عندك 3 انواع في السوق او 4 انواع كمان. عندك الكيس اللي بجنيه، الكيس اللي بجنيه ده ما تجيبيهوش لانه بيتقطع تقريبا من قبل ما تستخدميه، فهو اصلا ما يسواش الجنيه. تمام؟ عندك الكيس ده ب2 جنيه ونص، ممتاز حرفيا، غسيل ومكوى زي ما بيقولوا كده، بتستخدميه اكتر من مرة وبيتغسل اكتر من مرة، ما بيترميش غير لما بيتقطع. تمام؟ وهو ما بيتقطعش بسهولة على فكرة، فده ممتاز جدا جدا وثمنه فيه ورخيص جدا. طيب عندك كمان غير الكيس ده في كيس بيبقى الجلد الالماني، هو كويس وكل حاجة، بس ده للجماعة اللي بيشتغلوا في البسكوت والبيتي فور،
مش لشغلنا احنا، لانه هو غالي اولا، ثانيا من جوه جلد فبيبقى محتاج ضغطه كبيره، الكريمه مش محتاجه الكلام ده خالص. وكمان هو قمع واحد فبيتقطع من فوق قطعه واحده، فيدوب هيبقى على مقاس مثلا تب واحد. هتيجي تستخدمي تب تاني هتلاقي لا القطعه دي اوسع، القطعه دي اضيق، مش هيركب غير على مقاس واحد بس من التبات، فمش عملي خالص بالنسبه لسعره. طيب بالنسبه كمان للاكياس السيليكون، في اكياس كريمه سيليكون برضو ما انصحكيش تجيبيها، السيليكون مش حلو في الضغط خالص. تمام. فلو هنعمل يعني مفاضله كده، هيطلع ان الكيس الرخيص ده اللي ب2 جنيه ونص هو رخيص بس نينجا تحفه. تمام. تمام. طيب لو حضرتك عايزه تشتغلي شغل عجينه سكر، حاجات كده بسيطه كمجسمات او حاجات يعني زي قلب، ورده، حكايه، روايه، كل اللي هتحتاجيه 3 4 قطاعات، ما تكتريش، ما تروحيش تجيبي مولدات سيليكون. مولدات السيليكون في البدايه مش هتعرفي اصلا تستخدميها ولا تتعاملي معاها. خليكي في ابسط الحاجات، عايزه مثلا قطاعه على شكل قلب وبيجي معاها حجمين صغيرين من القلب، كذلك النجمة، كذلك الوردة، كذلك الحروف الاستانلس الصغيرة مثلا زي دوت كده، ومعاها كمان قطاعة للأرقام الإنجليش. بس كده، شكرا في عجينة السكر والنشابة بتاعتك، ويبقى حلو قوي قوي الكلام كده. وطالما جبنا سيره عجينه السكر يبقى لازم هنتكلم عن السي ام سي. طالما هتشتري عجينه سكر يبقى حضرتك معلش هتشتري كمان سي ام سي. العلبه دي ب 15 جنيه، موجوده عند كل بتوع مستلزمات الحلويات، ممتازه في شغل المجسمات، تخلي المجسمات تنشف معانا كويس قوي قوي. ما تروحيش زي ما قلت لك تشتري مولدات وحاجات كده، زي الحاجات دي بتبقى هي حلوه وتحفه وكل حاجه، بس انتي كمبتدئه مش هتستحملي تكلفتها، وكمان مش هيجيلك اوردر ليها غير كل فين وفين. فليه؟ خليكي في الحاجات السهله والبسيطه. في كمان عندك حاجه زي ترانش الحلواني، ده ممتاز فوق ال 35 سنتي، لما بتيجي تقطعي الكيك او لما بتيجي تشيلي كل الزوايد من الكيك عشان تبداي تشطبي بالكريمه، ده ممتاز يعني لا يعلى عليه ومحدش يعرف يستغنى عنه. كمان في حاجه يعني تحفه قوي 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 وبرده نينجا جدا، يعني اللي هو المنشار بتاع تقطيع الكيك اللي فيه الحردات والعلامات، يعني تقطعي مثلا ب سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، ممتاز ممتاز جدا برضو في البدايات، ما ينفعش تستغني عنه. نيجي لصاحبي وصديقي الصدوق، الا وهو مضرب الكيك بتاعي ومضرب الكريمه وكل حاجه في حياتي المضرب ده. انا اللي استخدمت اكتر من ماركه، استخدمت مولنكس واستخدمت ميانتا واستخدمت كينوود واستخدمت حاجات صيني. بصراحه يعني كينوود كان افضلهم. ممتاز 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 كجوده وكروح وكقوه في الضرب وكعمر، بيقعد ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا كنت جبت واحد الاول كان 400 واط، كان ب 800 جنيه، وقعد معايا فتره طويله، قعد معايا 2.5 3 سنين حاجه في الحدود دي. فين لما بدا يشتكي لما ترس اتكسر من جوه، وغيرت له الترس ورجع اشتغل زي الفل. ففي خلال الفترة دي كنت اشتريت المضرب ده برضو كان كينوود 450 واط، بيبقى 5 سرعات، وفي زرار هنا زرار التربو والاون والاوف، وده بيكون متركب على عجان صغير كده معاه حله صغيره يدوب بتاخد تورته واحده. بس مفيش مشاكل، يعني انا كان بالنسبه لي كان مناسب قوي، لان انا جبت العجان الكبير المونينكس وكان بياخد اكتر من تورته، وكان 4.5 لتر، بس ما عاش معايا. كان بصراحه يعني المضرب كان افضل بالنسبه لي من العجان. تمام. نينجا جدا جدا ممتاز بصراحه، ماركه فوق الروعه. تعالي نشوف كمان حاجة مهمة قوي، ألا وهي الطبق الدوار. الطبق الدوار ده أول ما اشتريت الطبق الدوار، طبعا أنا عايزة أقولك إن هو يمكن أسوأ طبق دوار جبته في حياتي. تمام. فسواء مبتدئة أو مش مبتدئة ما تجيبيهوش، خلاص انتي بتضيعي فلوسك في الفاضي، خصوصا لو مبتدئة. ليه؟ انتي مبتدئة يعني ايه؟ يعني يدوب التزيين على قده، يدوب لسه بتبدأي تتعلمي، مش محترفة. تمام. تخيلي حد مش محترف وبعدين جاب الطبق الدوار ده وبعدين حط عليه التقل بتاع التورته وبدأ يمسك السكرابر مثلا كده وليكن اهو علشان خاطر يجلس. بصي، هو ما بيجريش، هو بيقف. انت شايفه التقل عامل عليه ازاي اهو، ما بيجريش، يعني مطرح ما عملت ايدي كده هو واقف. طيب انا ان شاء الله عشان اعمل كده اعمل كده اعمل كده، كل وقفه من دي الكريمه اللي عندي هنا هتاخد مطب مطب مطب، يبقى انا عملت تشوه في جدار الكريمه. جدار الكريمه هيطلع يعني صعب صعب صعب. يبقى انا بدل ما جبت حاجه
تخلي شغلي كمبتدئه كويس، انا جبت حاجه تخلي شغلي كمبتدئه مشوه وسيء وهتطلع لي الفينش يعني سوري زي الزفت. تمام، فاوعي تشتري طبق الدوار ده غير الموسيقى اللي بتطلع مني. بصي ايه الصداع ده، مش ممكن يعني. تمام، فتعالي اوريكي طبق دوار بس كان تحفه. تعالي بقى شوفي معايا طبق الدوار ده، نفس الحركه اللي انا حركتها للطبق التاني هي اللي انا هحركها لده. بصي حركه واحده، قعد يدور لمده قد ايه ولسه ما وقفش ومش هيقف. طب تعالي احط عليه تقل الا وهو تقل التورته. تمام، هحرك نفس الحركه اهي، حركه بسيطه قوي، ما وقفش. معنى كده ايه؟ معنى كده ان حاجه زي كده هتساعدني قوي 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 كمبتدئه اني اشتغل شغل صح، هتحسن من ادائي، هتخلي الكريمه تطلع معايا تسمع كلامي كده زي الفل. فبجد ده على الرغم ان هو غالي شويه لكن سعره فيه. ده كان ب 600 جنيه من حوالي سنه ونص، مش عارفه دلوقتي هو بكام، بس بصراحه مهما كان بفلوس ايه فهو يستاهلها. هو ما شاء الله تقيل، ما هوش مش خفيف، هو تقيل وكله ستانلس. تمام، وفي هنا سكوتش، شايفه السكوتش دي بتمنع ان ده يجري مني على الكيك. تمام، يعني الف ما الف هو زي الفل. هنتكلم في النقطه اللي بعد كده عن التغليف. البنات سالتني عن التغليف، يا ترى البورد مقاس كام يكفي كيك مقاس كام، والبورد مقاس كام يدخل في علبة مقاس كام. طيب اول حاجة انت عندك حاجات للميني، حاجات صغيرة كده وفيها طبعا اصغر منها بكتير، وعندك حاجات للكيك الكبير شوية. تمام، انا برشح لك ليه الحاجات الشعبي يعني او العادية خالص في التغليف، لان انت كمبتدئة من المفترض ومن المتوقع ان انت اسعارك هتكون رخيصة. فازاي اسعارك هتكون رخيصه وهتجيبي حاجه تغليف غاليه؟ يعني حاجه التغليف الغاليه البورده الواحده بتوصل ل 30 و40 جنيه، وكذلك العلبه يعني المحترمه الشيك المستورده اللي ورقها شفاف او ورق كرافت او بتبدا من 25 لغايه 45 جنيه. فانت متخيله ان انت هتضيفي حوالي 70 جنيه بس تغليف على الكيك نفسه، فطبعا كده سعرك مش هيكون رخيص، وانت كمبتدئه مش هتعرفي تسوقي له ولا تبيعيه، فده خيار مش موفق خالص معاكي. فخليكي في الحاجات الشعبي. بالنسبه للمقاسات، انا مثلا بحب استخدم ان القاعده تكون اكبر من الكيك، براحتي اكبر يعني براحتي خالص. ان شاء الله لو هعمل كيك صغير كده على قاعده زي دي ما عنديش اي مشاكل، عشان القاعده دي انا بكمل عليها تزيين اصلا، تديني مساحه. لو ما فيش مكان اكتب على التورته في مكان اكتب على القاعده. لو عايزه اعمل اشكال فنكشه حكايات تحت كده، انا هنا بزين معايا القاعده بالكريمه. فانا بحب القاعده عامه تبقى اكبر من مقاس الكيك. يعني انا هنا دي مقاس 32، انا بستخدمها الكيك مقاس 22 وكيك 24، وبيفضل معايا من كل الجوانب حوالي 8 سنتي هنا معايا بشتغل فيهم براحتي، اكتب بقى ازوق امسك كده. ما انا لما انت لازم تحسبي ان في صباعك ده هيمسك، فلو الكيك على قد القاعده بالظبط انت مش هتلاقي حته اصلا تمسكي منها. تمام، فكل ده خليه في اعتبارك. انما مثلا بالنسبه للقعده الصغيره اللي هي القعده مقاس 20 دي، انسب حجم ليها بيكون مقاس الكيك مقاس 18 والكيك مقاس 16، بيبقى مناسب قوي قوي للقواعد دي. حلو الكلام. طيب في كمان يعني مثلا قاعده زي دي، انت مثلا بتجيبي لها العلبه مقاس 25، مش لازم تجيبي علبه 40 في 40 ليه على قاعده صغيره زي دي. طب العلبه القاعده الكبيره دي اللي هي مقاس 32 دي، انت بتجيبي لها علبه مقاس 35. تمام، 35 في 35 ارتفاع 15 سنتي. طيب تعالي بقى اوريكي العلبه عامله ازاي. مثلا في علبه زي كده، احنا اتفقنا ان الشغل شعبي فعشان نبقى شغالين صح. هنا مثلا العلبه دي علبه مقاس 35 في 35 ارتفاع 15. يعني ايه؟ يعني ده بصي هنا كده، ده 35 سنتي ودي 35 سنتي، والارتفاع هو ده. شايفه ده الارتفاع اللي هو 15 سم. حلو الكلام. العلبه دي ب10 جنيه وفي الجمله بتاعتها ب9 وب8.5. طيب العلبه دي احسن من العلب الفضي والذهبي الخفيفه؟ اكيد. ليه؟ لان العلب دي اسمها علب حصيره. يعني ايه علب حصيره؟ بصي اسمعي كده الصوت،
شايفه قويه ازاي؟ لوحدها بتشيل التورته. انت ممكن لو ما عندكيش قاعده قويه تقدري تحملي على الكرتون زي ما انت عايزه، لان الكرتون قوي وجامد، بيشيل وبيستحمل. عندك مثلا نفس العلبه بنفس المقاس بنفس السعر اللي هي الفضي او الذهبي، لكن الخامه يعني بصي عباره عن ورق كده، ورق يعني ضعيفه قوي قوي، مش حصير. الحصير ده بيشيل كويس قوي واحسن من الفضي في الخامه وفي التقل. حلو الكلام. تعالي نشوف حاجه تانية. اكيد هتحتاجي معاكي رول ورق زبده اللي احنا بنفرشه على الكيك من تحت قبل ما نصب العجين، وكمان ده اللي بنعمل فيه اشكال الشوكولاته، لانها بتدخل التلاجة وبتطلع من ورقه الزبده كده بمنتهى السهوله. تمام. تعالي في هنا كمان شويه صوصات. انت عندك بقى في الصوصات اكتر من حاجه، طبعا احنا استعرضنا ده في حلقه العروض بتاعه العلب. تمام. فانت ممكن ترجعي لها وتشوفي كل الصوصات هناك. انا هنا مثلا عندي العلب دي بتبقى كيلوات، كيلو كيلو كيلو. في علب تانية بتبقى 4 كيلو. اكيد انت لما هتشتري كمبتدئة هتشتري من العلب الكيلو. العلب ال4 الكيلو في بعض المحلات بتفتح منها وبتبيع لك منها بالربع كيلو بالنص كيلو. لو لقيتي محلات زي كده اهلا وسهلا، هاتي كميات صغيره. عندك ايه الصوصات اللي انت هتحتاجيها؟ هتحتاجي حاجه زي كده مثلا اللي هي مربى الحليب، هتحتاجي صوص لوتس، هتحتاجي صوص نوتيلا، هتحتاجي صوص شوكولاته. كل الحاجات دي هتبقى شغاله معاكي كويس قوي في البدايات، وخصوصا لو عملتي عروض وكبات وحاجات صغيره كده. العلبة دي سعرها دلوقتي 70 جنيه، لما ابتديت اشتريها كانت ب35. متخيلين؟ اتضاعفت النص، وتقريبا كل الخامات اصلا اتضاعفت للنص. بالنسبة للشوكولاتات، في شوكولاتات صغيرة زي كده، في شوكولاتات البار الكبير. البار الكبير ده بيبقى عامل 2 كيلو ونص. تمام. بيوصل سعره ل 130 جنيه. انما مثلا في بار صغير زي ده حوالي تقريبا 15 جنيه او 17 جنيه. البار ده بيبقى 200 جرام. مناسب ليكي انت كمبتدئه ان انت تجيبي حاجات صغيره كده وتشتغلي عليها. يعني ده مثلا جبتيه استخدمتي نصه، المره الجايه تستخدمي النص التاني. ما تروحيش تجيبي البار الكبير الا لو كملتي في المهنه دي مثلا حوالي 6 شهور كده. ابدأي بقى هاتي شكاير وحاجات كبيره، مفيش اي مشاكل. كمان في نقطه مهمه بالنسبه للدقيق وبالنسبه للكريمه. انا بستخدم كريمه المتحده وبشتري بالشكاره، لكن انت مش هينفع تشتري بالشكاره على الرغم ان الشكاره اوفر. طيب ليه؟ لان طبعا اغلى قوي. الشكاره عامله النهارده حوالي 1400 جنيه، فغاليه. فانت هتشتري بالكيلو. حلو الكلام. هتشتري بالكيلو بال2 كيلو. استمريتي في الموضوع اكتر من 6 شهور، ابدأي هاتي شكارة وتوكلي على الله. طيب كذلك بالنسبة للدقيق، انا بستخدم دقيق ايجي شيف. ايجي شيف ده ممتاز برضو معايا. الشكارة النهاردة عاملة 330 جنيه على سعر النهاردة، على سعر الفيديو وانا بتكلم دلوقتي. برضو هاتي كيلوات، ما تجيبيش شكاير. عندك الكاكاو، عندك كاكاو ماليزي وعندك كاكاو اسباني. الماليزي ارخص من الاسباني. الاسباني بس طعمه احلى، السنه صغيره وانعم، انما الكاكاو الماليزي لونه اغمق وطعمه اقوى. انا كروعه بفضل الماليزي وكمان ارخص. تمام. عندك كمان بقى بالنسبه للسبرينكلز والكاندي والمارشميلو والحاجات دي، الحاجات دي بنجيب منها رباع. الشوكليت كريسبي والشوكليت شيبس بسكوت الاوريو وبسكوت اللوتس وبواقي الكونو والحاجات دي برضو بنجيب منها ارباع. انت كبدايه ما تروحيش تشتري كيلوات، ربع 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 من كل حاجه لغايه لما تجمعي فلوس. نقطه الالوان نقطه مهمه قوي. ما تروحيش تشتري 5000 لون ب5000 درجه. انت هتجيبي ال3 الوان الاساسيه بس، اللي هو ازرق اصفر احمر. حلو الكلام. ازرق واحمر واصفر هم دول الالوان الاساسيه، وهتجيبي كمان معاهم اللون الاسود زياده. طيب ليه بس الالوان الاساسيه؟ لان الالوان دي هي اللي هتعرفي تخلطي منها وتطلعي كل الالوان، اورنج وموف وبامبا وكشمير واخضر، وكل حاجه هتطلعيها من ال3 درجات دول. انا عامله لك سلسله كامله لدمج الالوان وازاي تركبي كل الدرجات، هسيبها لك ان شاء الله في صندوق الوصف. طب ليه بقول لك اشتري الاسود؟ لان الاسود ما بينفعش يندمج، يعني ما ينفعش احط حاجه على حاجه تطلع لي اسود. الاسود انا عايزاه اسود صريح، يبقى انا هشتري ساعتها لون اسود. بالنسبه للشوكولاته اللي موجوده في السوق، انت عندك اكتر من نوع. عندك دكتور بيكر، عندك سما، عندك فيينا، عندك جولدن بيك، عندك دريم. كلهم حلوين، ما فيش حاجه يعني وحشه وحاجه حلوه، كلهم كويسين وشغالين كويس. يمكن اقلهم في الجوده فينيسيا وفيينا، اعلاهم في الجوده دكتور بيكر وسما. تمام. وجولدن بيك طبعا ممتاز، بس في الاونه الاخيره كده بيعمل شغل قلق شويه مع عجينه السكر، بس شغال كويس مع البنات اللي بتشتغل بالجناش.
تمام. فالانواع دي كلها موجوده، برضو في منها حاجات صغيره زي ما قلت لك، اللي هي البارات الصغيره دي تشتري منها بارات صغيره تخلصيها تبداي تجيبي الكميه الكبيره ان شاء الله. اخر نقطه عايزه اكلمك فيها، استني ناخد بقى ينسون الاول. اخر نقطه عايزه اكلمك فيها الا وهي التسويق. التسويق اول غلطه انت بتعمليها لما تبداي تشتغلي انك تروحي على طول عامله لنفس الجروب ده فيه مين؟ فيه اخواتي، فيه صحابي، صح، فيه جيراني، مش هما فيه التلاتة دول؟ تمام. اللي بياخد مني مرة مش هياخد المرة التانية وبعدين ارجع اشتكي ايه يا جماعة انا بعرض شغل ومحدش بيطلب اوردرات ليه؟ ما هو حضرتك انت ضايفة اخواتك وصحابك وجيرانك، يعني هنكلف الناس فوق طاقتها كل شوية اطلبوا، مش هينفع طبعا. فدي اول غلطة، انت ما تعمليش جروب اساسا. امال هتعملي ايه؟ اقول لك بقى تعملي ايه. تروحي على الجروبات المشهورة في المكان بتاعك، جروبات المستعمل، حلو. جروبات اللي مش المنطقه اللي انت فيها مثلا اسمها وليكن الجيزه، جروبات الجيزه مثلا وضواحيها، جروبات جروب الجيزه التجاري، جروب محلات الجيزه، كل الحاجات دي تمام. هتشوفي المنطقه اللي حواليك دي وتدوري على جروباتها وتبداي تنشري في الجروبات دي. خلاص، ده هيجمع لك اكبر قدر من الناس. تاني نقطه، ابداي انشري في الماركت بليس. عارفه الماركت بليس؟ الماركت بليس ده بيكون اللي هو المتجر بتاع الفيسبوك ده، بتدخلي فيه الصور وبتدخلي فيه الحاجة وبأسعارها وبمنطقتك وكل حاجتك، وبيبدأ هو يعرضك على المنطقة المحيطة ليكي، فبيبدأ يجيلك زباين من نفس المكان اللي انتي فيه، تمام. فبتتعرضي فيه فبيبدأ يجيلك طلبات من خلاله، وعلى فكرة بيجي طلبات من خلاله كويسة في الماركت بليس عن تجربة يعني، تمام. دي نقطة تانية. في حاجة عايزة ألفت نظرك ليها، موضوع السعر على الخاص. ما تعمليش كده في البداية. ليه ما تعمليش كده في البدايه؟ علشان انتي مبتدئه، عايزه ايه اللي هيخلي الناس تشتري؟ يعني ايه اللي هيشجع الناس تشتري؟ حاجتين، شكل المنتج، تمام، وسعر المنتج. فانا لما اقول له السعر على الخاص والشكل لسه مبتدئ، هو هيتشجع ازاي؟ ما فيش اي وسيله انه يتشجع خالص، تمام، عشان نبقى متفقين يعني. فانا عايزه شكل معقول او كويس وسعر حلو. سعر حلو يعني حنين، يعني انت حاطه فيه هامش ربح بسيط علشان يبدا يتشجع ويدخل يطلب. انما السعر على الخاص بيتهيأ له بقى ان انت هتبقي ضاربه السعر ده في العالي قوي، فبلاش موضوع السعر الخاص ده في البدايه. بالنسبه لحاجه كمان عايزه الفت نظرك ليها الا وهي التصوير. اهتمي بالتصوير جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا بنبيع بالصوره. احنا في شغلنا ده بنبيع بالصوره. محدش داق، هي شافت الصوره عجبتها طلبتها. الطعم ده بقى والله لما جرب بقى، وانت وبختك يا ابو بخيت. خلاص، فاهتمي بالتصوير لان انت بتبيعي بالصوره، مش بتبيعي باي حاجه تانية. صوري في ضوء الشمس، افضل اضاءه ربانيه هي ضوء الشمس. صوري في ضوء الشمس. صوري وورا بانر شكله كويس. هاتي عاكس بتاع اضاءه. تعالي مثلا عندك طرحه شكلها لطيف، شيفون مش عارف ايه، وردتين، كوره خيش، شمعه مش عارفه مطفيه كده ارميها على جنب، الهيش ده اللي هو بتاع القمح وسنابل القمح. اعملي ديكور صغنن كده وصوري فيه، هيطلع معاكي الصور تحفه لو صورتيها في ضوء الشمس، وهيبان ان انت محترفه والشكل حلو، وهتبداي تبيعي على اساس الصوره دي. حلو الكلام. فاهتمي بالتصوير قوي قوي قوي. وحاجه كمان، صوري 5000 لقطه، يعني خدي للصوره 5000 لقطه، وما تنزليش غير اللقطه الواو. يعني ما تنزليش غير اللقطه الفظيعه اللي انت بعد تمحيص وتفحيص خدتيها، اللي ما فيهاش ولا ديفو، اللي شكلها تحفه، اللي اضاءه الشمس جايه عليها بزاويه مش عارف ايه، فمديه ضي في السطح عامل ازاي، فشكلها لطيف قوي. هي دي اللي انت تنزليها. خلاص، فصوري كتير 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 ونقي الفظيعه وتنزليها. مش تنقي بقى 5000 صوره وتنزليها، الناس تبقى محتاره انا هشوف ايه ولا ايه. لا، هي الصوره بس التحفه هي اللي بتنزل. طيب دلوقتي انا نشرت في الجروبات ونشرت في الماركت بليس، اعمل الجروب بتاعي امتى؟ انا عايزه اعمل جروب. والله ابدأي كمان انشري على صفحتك الشخصيه. لو استمريتي في النشر على صفحتك الشخصيه والماركت بليس والجروبات اللي حواليك لمده 6 شهور، ابدأي توكلي على الله واعملي الجروب بتاعك. طيب عملت الجروب بس واجهت نفس المشكله، الاعضاء قليلين. طيب هعمل ايه في موضوع الاعضاء القليلين دول؟ انا هتصرف فيهم ازاي؟ والله ما عندكيش غير الا وهو حل واحد بس، ان انت تعملي مسابقه في الجروب عندك. المسابقه دي على اضافه اعضاء جدد،
وعلى اكبر عدد مشاركات الناس تعملها. فاكبر حد هيعمل لي اضافات واكبر حد هيشارك لي البوست بتاع الشغل بتاعي ده هياخد تورته فور فري مجانا كده. تمام. نقطة كمان، وانت بتعملي الجروب هيجيلك خانتين، يا اما خانة عامة يا اما خانة خاصة. اختاري العامة. طيب ليه؟ علشان الجروب بتاعك ده يبقى متشاف ومرئي من اي حد من بره الجروب فيعرف يدخل. النقطة التانية، اي حد البوست اللي انت بتنزليه هيعمل لك كده لايك، تعليق، مشاركة. خانة المشاركة دي ما بتكونش موجودة غير في الجروبات العامة، ساعتها الناس هتقدر تشير لك. انما لو حضرتك عاملة الجروب خاص زي حالاتي كده محدش هيعرف يشير لك بوستات. حلو الكلام؟ حلو الكلام. النقطة الأخيرة اللي عايزة أكلمك فيها نقطة التسعير. لو حضرتك مبتدئة كلفتي حاجة 50 جنيه، بشوف ناس تقول انتي كلفتي حاجة 50 جنيه اضربيها في 2. ده على أي أساس؟ والله أنا نفسي أعرف أقعد كده بس قاعدة مع اللي عمل الحكاية دي وأقول له ده على أي أساس؟ يعني أنا واحدة شغلي مبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، يا دوب عارفة أمسك السكرابر واشتغل، يا دوب بعمل روزتتين كريمة على كام شكل عجينة سكر، تقول لي كلفتها 50 ابيعها ب100، الزبون هيشتريها على اي اساس؟ والله انا كده هلبسها، مش هتتباع، هتفضل قاعده معايا. فمفيش حاجه اسمها حاجه اضربيها في 2 دي خالص خالص. انت بتعملي نظام التسعير وحساب التكلفه اللي انا عرفته لك، وبتحسبي التكلفه بتاعتك طلعت كام، تكلفتك طلعت بكام قرش، خلاص والله انا في مكان كويس هعرف ابيع الكلام ده كويس، في مكان قليل فوالله لازم اراعي سعر السوق اللي عندي، في المكان القليل ده الناس هتشتري اقل شويه فبراعيهم في السعر، فبحط هامش ربح خفيف. انما لو مكان كويس والشكل تحفه والفينش فظيع وانا محترفه بعلي سعر زي ما انا عايزه وما بيهمنيش. فما تقوليش مبتدئه اضربيها في 2، لا، مبتدئه يبقى انت على الاقل خالص تحطي نص التكلفه. يعني انا كلفت حاجه ب50 جنيه، والله ممكن احط عليها 20 جنيه او 25 جنيه وابيعها. ليه بعمل كده؟ علشان انا عايزه اكسب زبون، انما ما ترخصيش عن كده. وفي حد كده قال لي هو انا عشان مبتدئه لازم ابيع بنفس ثمن الحاجه، يعني كلفتها 50 جنيه ابيعها بال50 جنيه عشان الناس تعرفني؟ ده مين قال كده؟ ده ايه الظلم للنفس البين ده؟ مش ممكن طبعا، يعني حرام. ليه تعملي في نفسك كده؟ وقالت لي باللفظ كده، هو انا ممكن اخسر في البدايه وابيع اقل من سعر التكلفه عشان الناس تعرفني؟ ده على اي اساس يا بنات؟ مش ممكن. زي ما فهمتك، يعني اتقي الله في نفسك، اتقي الله في وقتك، اتقي الله في تعبك ووقفتك. خلاص احنا اللي بنتعب، فلازم نقدر تعبنا ده كويس. كبدايه حطي مثلا ال50 حطي عليها 25 تبقى ممتازه قوي. خلاص شايفه ان ال25 قليل، زودي سنه بسيطه على حسب الفينش بتاعك. وجزئيه ان انت تبيعي ارخص من اللي حواليكي عشان خاطر تبقي احسن منهم ويحصل الطلب عليكي، دي حاجه مش لطيفه خالص. اولا ضد اخلاقيات المهنه تماما، انك بتضربي سعر السوق، تضربي الناس اللي حواليكي وكلكم شغالين اونلاين. تاني نقطة، ان العميل هيحطك في فئة الرخيص، انتي بتاعة الرخيص. يوم ما تيجي تغلي هيقولك لا 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 انت شفتي نفسك علينا، او يوم ما تيجي تغلي عشان خاطر الخامات غليت عليكي هيقولك لا 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 طب انت كنتي بتبيعي بقد كذا، لا انت طمعتي، لا احنا مش متعودين عليكي كده. فما تدخليش في الفئة دي. خلاص. حابة بس اقول حاجة اخيرة، يا رب يا رب يا رب الفيديو يكون نفعكم وعرفكم حاجات واستفدتوا منه. اللايك والشير بيفرق جدا 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 معايا فوق ما تتخيلوا. الكومنت الحلو يعني بيدخل كده على قلبي يا سلام بيبرده. فمتشكرة جدا جدا لدعمكم، واي سؤال انا تحت امركم. واوعوا تنسوا اللايك والشير، واوعي تخافي، اوعي تخافي. نورتوني وشرفتوني يا احلى بناليات.